مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. حبايبي، فيديونا اليوم راح يكون عن طريقة عمل الريزو. طبعا الريزو من الاكلات كلش بسيطة وسهلة ولذيذة. اليوم راح نجربها من البيت، نسويها طريقة سهلة. عندنا هنا صدر الدجاج مثل ما انتم تشوفون، بقطعه بشكل طولي، ضفت له اللبن ويا بهارات دجاج ويا الليمون والخل، طبعا هذا بعدين ضفته ويا الملح، وايضا ضفت له من الصلصه اللي راح اخليها على الواجهه، يعني بالشكل النهائي مال صلصه الريزو. هنا بهذا الشكل ورا نص ساعه او ساعه حضرت الطحين، ايضا خليت للبهارات الدجاج، وهنا مي بارد، يعني اخلي قطعه بالطحين بعدين ماء بارد، طحين ماء بارد. هنا شوفوا الريزو حضرته التمن، هو اللي هو تمن بسمتي فقط، ضفت له الهيل وخليته على النار يعني يستوي. هذا قليت شرائح الدجاج بهذا الشكل، وهذا هو الشكل النهائي بالتقديم. وهاي هي صلصة جاهزة، طبعا ريزو اشتريتها من الأسواق جاهزة كلش طيبة ولذيذة. وبهذا الشكل حبايبي خلص فيديونا، شكرا لمتابعتكم، مع السلامة.